بودريقه وشربان. بودريقه فين كاين؟ ولا غادي يدخل المغرب ولا لا؟ اشنو واقع؟ نتوما واقيلا مرض والله الا نتوما مرض والله نتوما مرض واقيلا والله ما كاين شي حاجه. الحقيقه ديال اليوم هو الملف ديال محمد بودريقه رئيس مقاطعه ديال مرج السلطان. حنا ما غندويش عليه كرئيس فريق الرجاء، غندوي عليه كرئيس مقاطعه ديال مرج السلطان. السي بودريقه شهرين دابا ما كاينش، والناس الملفات ديالهم كلهم معطله. انا تواصلوا معايا بعض الاشخاص اللي عندهم ملفات في المقاطعه ديال مرج السلطان كيقول لك بان الملفات ديالهم محطوطه وما كاينش اللي وقع. اخر توقيع ديال السي محمد بودريقه في المقاطعه ديال مرج السلطان هو لو 1 2024. اخر توقيع كان عند بودريقه، وبالتالي العمده ديال الدار البيضاء اللي عاطيها الصلاحيه ديال التفويض ديال التوقيعات خاصه في المجال ديال العقار. واش الناس غيبقاو يتسناو بودريقه واش غيدخل ما غيدخلش؟ حنا اللي في راسنا بان بودريقه استقر في كندا، اللي في راسنا بان بودريقه عنده متابعات قضائيه على قبل الشيكات بدون رصيد. بودريقه كان محكوم ب 4 سنين موقوف التنفيذ وعنده غرامه ماليه 800 مليون، وهذه الغرامات الماليه اذا ما خلصهمش كاين الاكراه البدني. هذا ملف بوحده عابش الملفات ديال الشيكات بدون رصيد. واللي سمعنا بان عزيز اخنوش اللي هو الامين العام ديال حزب التجمع الوطني الاحرار عطى التعليمات ديالو للبرلمان باش بودريقه واخا يكون في المغرب ما يدخلش للبرلمان حتى يسوي المشاكل القضائيه ديالو. اليوم غنتسناو واش المسؤولين على العماله ديال الفيدا واش غيتاخذوا القرار باش يعطيو تفويض النائب ديالو، واش الملفات ديال المواطنين غيبقاو معطلين بسبب واش بودريقه كاين ما كاينش هربان لهنا، لان القانون واضح في هذا الباب.